النادي الأهلي إلى نهائي السوبر المصري في الإمارات بعد الفوز على سيراميكا كيلوباترا المحترم 2-1. تريزيجيه وجريديشار، والسيراميكا مروان أوتاكا. يا عم أوتاكا، احنا خلصنا من أوتاكا الإسماعيلي، تجيلنا أنت. بصراحة فريق سيراميكا كيلوباترا فريق محترم منظم قوي، يستحق إنه يبقى متصدر الدوري المصري. فريق لا يهاب الكبار، ما بيخافش، فريق محترم وقوي. والاهلي كالعاده زي ما احنا اتفقنا، مش لازم تبقى جامد قوي او تبقى باين انك فايق قوي، المهم انك تكسب، والمكسب يجيب مكسب، بعد كده تقدر تفوق. دفاعات الاهلي كالعاده مش احسن حاجه. الاهلي يعاني دفاعيا، يعاني بقوه. الجون اللي دخل فيه بينيه من نص الملعب، بن حاج عامل بينيه نموذجيه، الدفاع متمركز غلط، واقف غلط. ياسين مرعي طلع يقابل مترقص، والتلاتة فاتحين. الدفاع اتلعبت من اقرب طريق للجون وراحت جون. فينش من اوتاكا ولا اروع، فينش عالمي. الغريب بقى ان سيراميكا في الشوط الاول ساب الاهلي يعمل كل اللي هو عايزه، ومن الدقيقه 35 للدقيقه 45 سيراميكا قدر انه يتعادل، وكان قادر كمان انه يكسب ويحط جون تاني لولا الشناوي اللي شالها. يعني سيراميكا كان ممكن في 10 دقايق يخلص اللقاء ده. وده عشان كده بقول لكم دفاعات الاهلي محتاجه وقفه وتنظيم. دفاعات الاهلي مش بخير. الاهلي مش ده مستوى الاهلي، ومش ده اللي مستنيينه من الاهلي. احنا قلنا ان المكسب ممكن يداري عيوب، لكن لسه بدري قوي عشان نشوف الاهلي اللي احنا مستنيينه وعايزينه، اللي يبقى الاهلي بقيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب او اللعيبه اللي هو جابها. مبروك للنادي الاهلي الصعود لنهائي السوبر في الامارات، وفي انتظار الفائز من الزمالك وبيراميدز علشان يبقى النهائي اول طرف ليه هو الاهلي، وفي انتظار الطرف الثاني. هارد لك لفريق سيراميكا المحترم جدا بقيادة الخلوق علي ماهر، وبالتوفيق في القادم ان شاء الله. الاهلي في نهائي السوبر المصري، وفي انتظار الطرف الثاني. سلام.